لا حول ولا قوة إلا بالله. ورا الكازية استنيت ليروح المستوطنين الجيش يتعامل معهم. للأسف 30 جندي كان حوالي أنا، ومع هيك 30 مستوطن هجموا علي. اضطريت أترك السيارة وأهرب. واحد فيهم من المستوطنين كان مسلح، فاضطريت أهرب. هل تم إطلاق النار عليك أو إطلاق القنابل الأصوات؟ سمعت صوت إطلاق نار وراي، ما كنت مميز لأنه كنت بركض بالشارع. اللي بتشوفه بالشارع بس مستوطنين وجيش. 3 سيارات مستوطنين كانت بتلحقني، غير الجيش، غير المستوطنين اللي كانوا مشاة بيلحقوا. كان في أكثر من واحد فيهم مسلح. وتركت السيارة ونزلت، دخلت على بيت في حوارة. هلا طلعت بتفاجأ بالسيارة هاي وضعها. الشباب القريبين من موقع الحدث بيحكوا لي للحظة كانوا بدهم غير التكسير كانوا بدهم يولعوا السيارة، بس بآخر لحظة هرب المستوطن. كل ذلك كان بحماية من قبل جنود الاحتلال. الجيش أنا كان حماية لهم. أنا ناديت على الجندي، كان بعيد بيني وبينه 3 متر الجندي قبل ما يهجم علي المستوطنين. رغم هيك الجيش ما قدر يعمل لي شيء نهائيا. يعني كانوا بيتعاملوا معهم برومانسية ونعومة وما هذا كله مبرمج. عارف عن حضرتك؟ إيهاب أبو ريدة. من وين حضرتك؟ أنا من خصرة. حقيقة يعني بتقدر توصف لنا اللي صار اليوم انه الاعتداء تم